اهلا بيكم في حلقه جديده في كدبه مصدقينها مع حجازي. النهارده هتكلم عن موضوع ناس كتير مش هتستغرب ان انا بتكلم فيه عشان بتكلم فيه طول الوقت. هتكلم عن الابراج. انا مش هتكلم عن الابراج كلها، انا هتكلم عن برج واحد اللي هو برج الجوزاء عشان دي اكبر كدبه مصدقينها. هتكلم عن برج الجوزاء تحديدا، برج الجوزاء بنات مش ولاد، عشان طبعا الناس اللي عارفاني كويس البنات بتفرق عن الولاد. برج الجوزاء البنات اول ما اي حد بيجيب سيرتهم بيقولوا يا لهوي ابعد عنها دي مجنونه. انا الموضوع وصل لدرجه ان انا ساعات لما بسال الناس في الانترفيو ولا بسال الناس في اي نقاش عادي انت برج ايه، ليه بتقول انا برج اللي الناس كلها ما بتحبوش عن استحياء. وفي الانترفيوز بالذات بيخافوا اصلا يقولوا برج. انا حاسس ان هم ممكن ساعات ممكن يكذبوا عليا عشان ما يقولوش ان هو برج جوزاء. ليه؟ عشان اول ما بنت تقول لك انها برج جوزاء انت اوتوماتيكلي بتكش من كتر ما الكلام اللي انت تسمع عنهم ان هم مجانين وما لهمش شخصيه محدده. الحقيقه ان برج الجوزاء الموضوع سهل قوي معاهم. هو عباره عن شخصيتين A و B، وعشان كده سموهم الجوزاء او الجيميناي او التوين. اول ما تتعرف على برج الجوزاء محتاج بس انك انت تتعرف على الشخصيتين. بيطلعوا امتى ما تعرفش، مش هتعرف تحدد امتى دي شخصيه ايه ولا بي، بس انت لازم تكون عارف ايه هي شخصيه ايه وايه هي شخصيه بي وتتعامل معاهم ازاي، وساعتها مش تزعل منهم خالص. وانا بالنسبه لي الحقيقه الموضوع شيق جدا، انك انت بدل ما تكون متعرف على شخص واحد انت متعرف على شخصيتين. لو انت متجوز واحده لا انت كده متجوز اتنين فبتوفر عليك انك تتجوز واحده تانيه. فالرجاله اللي بيزهقوا قوي واللي بيبقوا عايزين دايما حاجه جديده في حياتهم وحاجه متنوعه، برج الجوزاء من البنات اللي هي فعلا مناسبه قوي ليهم. برضو حاجه مهمه قوي، مش معنى ان هما شخصيتين A و B ان هما نقيض بعض، لا مالهاش علاقه خالص. ممكن يكون شخصيه دي في حته وشخصيه في حته تانيه، الحاجتين دول مالهاش علاقه ببعض ولا نقيض بعض. مش شرط شخصيه منهم تبقى ستيبل وشخصيه تانيه تبقى مجنونه، مالهاش علاقه خالص. كل الكلام ده كلام بنقوله وبنصدقه وفي الاخر بنحط صوره وحشه لبرج الجوزاء. انا عن نفسي بحب برج الجوزاء جدا، يمكن عشان امي برج الجوزاء، بس في نفس الوقت برج الجوزاء من الابراج اللي هي شيقه جدا انك تتعامل معاها وكمان تشتغل معاها. انا ليه بحب برج الجوزاء في البنات؟ عشان هو برج بجد بيهتم بالشخص اللي بيتعامل معاه. برج لو انت صدقت فيه هتلاقيه فعلا هو معاك وبيحاول دايما ان هو يحقق الصوره اللي انت فاكرها عنه. فكل الموضوع منك انت محتاج انك انت تبقى مصدق فيه، سواء هي صديقتك صاحبتك او مراتك او حد بتشتغل معاه. انت صدق فيها وهي فعلا هتطلع شغل اكتر بكتير قوي ما هي نفسها متخيلاه وانت نفسك متخيله. في نفس الوقت برج الجوزاء في البنات انسان قوي، يعني فعلا بتهتم بالبني ادمين وبتهتم باي كائن حي حتى الحيوانات والحاجات دي كلها. فانت لو من الناس اللي هي بتهتم بالحاجات دي وبتهتم بالانسانيه هتلاقي نفسك مبسوط قوي مع برج الجوزاء عشان هتلاقوا بعض. انت كمان لو من الناس اللي بتحب تحفل وتنبسط وتضحك وتهزر والكلام ده كله هتلاقي برج الجوزاء متناسب جدا معاك وفعلا بتنبسط معاه قوي. من الحاجات اللي بحبها في برج الجوزاء ويمكن دي برضه من الحاجات اللي بتضايق بعض الناس، ان البرج ده اكسبرسيف قوي. يعني ايه اكسبرسيف قوي؟ يعني دايما بيطلع اللي جواه، ودي من الحاجات اللي هي حلوه ووحشه. حلوه عشان هو لما بيطلع هو بيطلع بجد فممكن تلاقيه بيزعق وبيكسر وبيعمل كل حاجه، بس بعد كده بينزل على مفيش. فعمره ما بيشيل حاجه من حد وعمره ما بيفتكر حاجه وحشه لحد. يا ريت تكون حلقه النهارده عجبتكم، انا متاكد ان هي هتعجب كل بنات برج الجوزاء، يا ريت تعجب برضو الناس التانيه، ويا ريت تدوا فرصه لبرج الجوزاء عشان هم فعلا يستاهلوا فرصه انك انت تعرفوهم اكتر. واشوفكم حلقه تانيه من كدبه مصدقينها مع حجازي.